عندي فرد حمام مثلا زي كده خاسس. طب علاجه ايه فرد الحمام ده؟ ده العريس اهو، اهي قبضه ايدينا اهي للعريس هنا اهو. عروسته هنا، العروسه معزوله عشان ايه؟ ما شاء الله زايفه زي ما انت شايف كده. بصوا العروسه زايفه، دي النتايه بس على الله. بعد كده بندخله العروسه بتاعته. فين العروسه هنا هوريها لك دلوقتي واحنا بنعمل ايه دلوقتي. ثمن لو نبدا فيديو من الفيديوهات البسيطه اللي اتطلبت مني، ناس كتير جدا طلبت مني الفيديو ده. احنا دلوقتي هنكلف للحمام مع بعض، هنتفرج على كل الحمام ونكلف لكل الحمام مع بعض، وهنتكلم اي معلومه كده هتقابلنا هنتكلم فيها. بصوا يا شباب، احنا بنكلف بسم الله الرحمن الرحيم اي حمام مش فيش تحت منه زغاليل بنكلفه مره واحده في اليوم، اللي تحته زغاليل بيتكلف مرتين في اليوم. طب لو شاب لوحده احنا بنعمل كده، المكلف بتاعنا يا شباب بيكون مقلوب عشان خاطر الحمام ما يعملش زرق عليه، لان هو لو عمل زرق عليه ورجع كل منه تاني هيتسبب له في مرض. معانا الطبق اهو، المقدار بتاعنا زي ما انت شايف كده، ده لشاب لوحده او لفرد حمام لوحده. تمام، بنحط له شويه زي دول الكلفه بتاعتنا يا شباب، اللي هي فيها فول، فيها ذره عويجه، فيها البسله البيضاء او الخضراء، مفيش مشكله. وفرد الحمام بيجي يكلف بعديها بربع ساعه ببدا ان انا اشيل الاكل من قدامه. تمام، نيجي هنا اللي بعده بسم الله الرحمن الرحيم. هنا طبعا دول الدكر القطاطي والنتايه العنبريه او السودا غزار. تمام، الطاجن كان مقلوب، بنعمل كده يا شباب بسم الله الرحمن الرحيم. وادي المقدار بتاعنا اهو. الميه هنا لو تلاحظ انا حاطط فيها بصل عشان احصن الحمام، ومحدش يزعل مني ان انا بطلع في كل فيديو اقول لكم حصنوا الحمام او حطوا بصل او حطوا توم او حطوا اعشاب، لان الحاجات ديت مفيده جدا للحمام. تمام، نخش على الجزء اللي بعده. احنا هنكلف الحمام معانا النهارده، واللي يقابلنا هنتكلم فيه. الناس اللي بتكلمني على جواز الحمام، بصوا يا شباب احنا بنعمل ايه. الدكر اهو، الدكر بياخد باب، ده بيت الدكر زي العريس كده، بنديله بيت وبنسكنه فيه. تمام، وبعد كده بندخله العروسه بتاعته. فين العروسه هنا هوريها لك دلوقتي واحنا بنعمل ايه دلوقتي مع الحمام. اهو ده المقدار بتاع الدكر اهو، الفرد الحمام بسم الله الرحمن الرحيم اهو. شويه دلقوا مننا مفيش مشكله، عندنا حمام سايب. تمام، نيجي هنا دول جوز مع بعض اهو، دول جوز مع بعض. تمام ما شاء الله اهو. معلش يا شباب عشان بس ايه ماسك التليفون وماسك البتاع. تمام، جوز مع بعض اهو. الميه بتاعت الحمام خليها نظيفه دايما، خلي الميه بتاعت الحمام نظيفه دايما، لان السبب الرئيسي في وجود اي حاجه عند الحمام، امراض بقى غير والكلام ده كله، بتكون الميه. تمام، طبعا تعالوا كده نصب على شحبر ونقول السلام عليكم. تعالى شحبر تعالى. فالسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. ازيكم يا شباب؟ خد يلا. كل ما نيجي نصب عليكم يعمل كده. بقول لكم ايه، تعالوا نروح عند شكشك ونقول السلام عليكم من عند شكشك احسن. فالسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. ازيكم يا شباب؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. صلوا على حبيبنا النبي، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. وكل الناس اللي معانا، بصوا في حشرات اهو، في حشرات صح؟ ما بخبيش حاجه، انا ما بخبيش حاجه، في حشرات. الايام اللي جايه دي هنبدا نتعامل نضيع الحشرات. يا رب تكونوا بخير. صلوا على النبي كده ودوسوا لايك الفيديو. تمام كده احنا كلفنا ايه للذكر الحلس والقطاطه اللي هنا والكشايكه اللي هنا. تمام، هناخد شويه تاني. بصوا ناخد بايدينا بقى، هي قبضه ايدك اهي. تمام، معانا هنا الذكر الريحاني. تمام، ده العريس اهو، اهي قبضه ايدينا اهي للعريس هنا اهو. عروسته هنا، العروسه معزوله عشان ايه؟ يعني نبعد عندها الدكوره شويه وتزوف اهي زايفه زي ما انت شايف كده. بصوا العروسه زايفه، دي النتايه عشان الناس اللي بتقول لي عايزين نجوز الحمام. دي تزوف وده يزوف في بابه. اول ما ندخله النتايه بعديها باسبوع بالظبط، ما يكملش 10 ايام بيحصوا. تمام، غير بقى لما يكون حمام عليه ريش او حمام شبابات او حمام سنه صغير او حمام عنده ديدان. الحمام اللي عنده ديدان انت لازم تعالج الديدان، وكنت عامل فيديو علاج الديدان بالشيح. بتعالج الحمام عشان الديدان بتاكل اكله، هو بياكل والحمام مسيف. طب علاج التسييف ايه او الخسسانه عند الحمام؟ لما يكون عندي فرد حمام مثلا زي كده خاسس. طب علاجه ايه فرد الحمام دوت؟ علاجه احنا طلعنا قبل كده بيكون نقص في البكتيريا النافعه في جسم الحمام، دي بنعالجها بالخميره للحمام، الخميره والشعير. تمام، كنت عامل برضو فيديو عليها بفضل الله، عاملين فيديوهات عن حاجات كتير جدا. تمام ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله. معانا هنا مين؟ القرباج الاحمر ده. تمام، العروسه بتاعته هناك برضو، النتايه بتاعته او الطيره. خد يا اسطى، تعال يا اسطى تعال. شايف الجمال ما شاء الله. تمام، ربع ساعه بالظبط هروح جاي ما شاء الله وشايل الكلفه من قدامهم. تمام، هنا شحبر فين شحبر اصلا؟ شحبر فين يا جدعان؟ ده مش بتاعنا. فين شحبر شكله جري. هنزله لكم دلوقتي. تعالي كده يا عروسه، دي ما كلتش، قلت لها شويه اكل. شحبر واقف فوق اهو. بصوا هنعمل ايه عشان ننزله. انا هفشل كل فيديو هحذركم معايا بقى اللي انا بطلع اصبع عليكم وشحبر يطير. تعالى شحبور تعالى اهو اهو يلا اهو اهي
بص انا عارف اللقطه دي اتكررت في كذا فيديو، معلش تعال اهو. بس هو ده اللي انا عايزه، ينزل بس هنا ورا. خش انتي، تعالى بس تعالى عشان تكلف وتاكل يا عم، يلا. تمام. هنا شحبر هنقله في العين ديت زي ما احنا قلنا كده، عشان بس ما نكررش كلامنا. الفيديو معانا النهارده متابعه للحمام وتاكيله. تمام. هنا في مفاجاه محضرها لكم في الفيديو بتاع بكره، مش عايزين نبص على الحمام ده، هنبص عليهم بكره. تمام. ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله. معانا النوتي هنا لسه ما كلوش، النوتي عايزين شويه زياده. الفيديو ما فيهوش منتجه يا شباب، الفيديو ما فيهوش منتجه. انا ما كنتش هصور الفيديو ده اصلا، يعني في فيديوهات بتطلب مني. بس استعوذوا بالله. تعالى يلا كله يجمع هنا، يلا كله يجمع هنا. معانا ما شاء الله هنا 6 نوتي اهم، 6 نوتي. هنجيب حضان بعد كده، هننقل الحضان اللي في الاوضه الثانيه، نبتدي نخليه يجي عندنا هنا. تمام. هنروح برضو نبص على الحضان اللي في الاوضه الثانيه. دول تحت منهم زغلول اهم، ياكلوا مرتين في اليوم. طبعا مع غلو سعر الكلفه ادي دقني لو حد بياكل اصلا مرتين في اليوم. تمام. هنا نسينا ذكر على فكره يا شباب، نسينا الذكر الاخضر ده. تعال ما تتكسفش. هنقشط لهم بقى. عمليه التقشيط كمان قد ايه بالظبط؟ ربع ساعه كده يا باشا بالظبط. نزود لهم بس شويه هنا عند دول. الحمام مش بكتره يا شباب، الحمام مش بكتره كده. احنا وصل لنا كام معلومه في الفيديو ده ازاي نجوز الحمام. والله الموضوع سهل مش صعب، اهم حاجه بس كده ايه، خلي بالك من الحمام بتاعك عشان ما يجيلوش مرض الايام دي، لان الايام دي اسوأ ايام على مربي الحمام بجد. احنا نفسنا اقسم بالله مليانين برد ومليانين حاجات قد كده. تمام كده. الحمام كله بيكلف متعه اهي، متعه ما بعدها ولا قبلها متعه. في حاجه ما اكلناش، اتاكد بقى اللي انت كلفت كل حمامك. يعني عايزك وانت بتربي كده تتاكد اللي انت كلفت كل حمامك. الحضان اللي احنا هنجيبه فين؟ تعالوا كده مكتوب لنا نطلع بره. انا قلت مش هجيب الفيديو من بره في الفيديو ده. تمام. بس اهو احنا ما كلفناش الحمام السايب صح؟ نرجع نكلفه. افتح يا باشا كده معانا. دول يا شباب الجوزين دي جايه من الاوضه الثانيه. يلا بره. تمام. دول الجوزين اللي احنا هناخدهم حضان عندنا. احنا هنا بس بنجوزهم لبعض. النتايه بتقلش عادي، حمام يقلش في الوقت اللي احنا فيه ده. المفروض الحمام بيقلش معانا من شهر كام اصلا؟ بيقلش معانا من 9 و10 و11. هو قلش بدري عادي يعني، مش مشكله. في حمام بيقلش كده وحمام بيقلش كده. تمام. اطلعي بره كده. دي بيتاكل على فكره تحت منها زغاليل. يلا اهو، يلا الباب اهو يا بنتي يلا. طيب بس على الله. بسم الله ما شاء الله. ندخل تاني كده الحمام، ناكل بس الحمام اللي على الارض ده، الحمام السايب. بس ما شاء الله. بصوا الارض نضيفه يا شباب. الارض احنا مسحينها طبعا في الفيديو اللي على قناه الحمام مع شاكوش، مسحين الارضيه والدنيا الحمد لله رب العالمين زي الفل. يلا اهو. تمام. هنا هنعمل فيديوهات قصيره شويه، وهناك على القناه التانيه هنعمل فيديوهات طويله. تمام. هنرجع بقى نقشط للحمام دوت. في بس عايزين شويه هنا تاني كده يا شباب. احنا عايزين بس نقفل الفيديو وما نطولش معاكم. يلا تعالوا بصوا هما بينقوا الفول وال اسمها ايه ديت والذره. طب ليه هما بينقوا الكلام ده؟ هو بصوا يا شباب الحمام احنا بنقشط له ليه؟ عشان خاطر ما يتدلعش على الاكل، وعشان خاطر الاكل ما يجيش فيه براز. يعني بنشيل الاكل من قدامه تاني عشان ما يتدلعش. بعد كده الاكل اتحط قدامه يخش ياكل فيه. بصوا لو حطيت له ايه هياكله. تمام. دي لغتنا مع الحمام. كده يا شباب يكون الفيديو بتاعنا خلص. اتمنى يا رب يكون عجبكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. سلام يا شباب.